مكرونه الانسجام تمام، لو ما اكلتش منها مش هتعرف تنام. مشاهدي الوطن لايف، اهلا بيكم في لايف جديد. يعني مكرونه الانسجام بقالها اكتر من 59 سنه محتفظه برونقها، والصلصه زي ما حضراتكم شايفين الكل بيحب مكرونه الانسجام. شايفين الصلصه وشايفين طبعا المكرونه وجوده المكرونه. يعني هيكون معانا الدكتور علاء من اصحاب المكان وحفيد كمان مؤسس مكرونه الانسجام. يعني بنرحب بيك الاول وكلمنا اكتر عن مكرونه الانسجام. بص، مكرونه الانسجام احنا بقالنا سنين كتير قوي، واحنا من ايام فرع الجيزه، هو ده اساس الشغل كله. احنا بدأنا من سنة حوالي 60 أو 65 في شارع المحطة. جدي هو كان الشريك الأساسي المؤسس، هو اللي بدأ من يمكن عربية بسيطة جدا، وبعد كده خدنا محل الجيزة. هو ده أساس المكرونة الانسجام وهو صاحب الفكرة، ونتوارثها من بعده جيل بعد جيل، يعني من جيل والدي وأعمامي من بعده، وبعد كده احنا الجيل الجديد اللي طالع. أنا حاليا ماسك مدير تطوير الأعمال في داخل المنظومة، ومسؤول عن الفروع الجديدة زي العريش والمروطية، وبدأنا نضيف فيها أصناف جديدة زي الكبدة، اللحمة، الفراخ، السجق، الحواوشي، وده تطوير من ضمن التطوير في عندنا. وفي طواجن كمان، والعيش التوست اللي كان كتير ناس بتسأل عليه مع المكرونة، فده موجود في فرع المروطية وفرع العريش. صلصة مكرونة الانسجام دايما مميزة، بتتعمل بنفس الطريقه بقى لها اكتر من 50 سنه. نفس الطريقه اللي احنا بنعمل بيها ونشتغل بيها الشغل اللي هو البسيط البدائي البيتي، هو ده اللي شغالين بيه لحد النهارده. بنفس الطريقه بنعصر الطماطم يدوي، مش بنحطها في مفرمه او مكنه او خلاط او الطريقه التقليديه لكل الناس. احنا بنشتغل ان احنا بنحطها طماطم عاديه خالص، وبنعصرها زي ست البيت بالظبط، وبنطلعها وبنسويها. عشان كده هي فيها الطعم الطبيعي جدا حضرتك بتحسوا بيه لما بتاكل في المحل بتاعك. تمام. خلينا نقرب اكتر للاصناف اللي موجوده داخل مكرونه الانسجام. يعني السجق سجق لحمه، يعني مش معمول طبخه، سجق لحمه من عند حد مشهور جدا في منطقه الجيزه. والفراخ نفس الكلام، بتيجي طازه يوم بيوم، ذبح يومي، ما بتجيش فراخ جاهزه. والكبده نفس الكلام من عند نفس المورد، هي او اللحوم المفرومه، المصادر موثوقه جدا. رد فعل الناس بقى دايما مع مكرونه الانسجام، يعني زي ما حضراتكم شايفين الصلصه اللي هي مميزه دايما، تحس انها صلصه البيت او اللي هي الصلصه الثقيله اللي ست البيت بتعملها، دايما بتكون مميزه والناس بتحبها يعني. تمام بالظبط كده، فتحس ان الاكل بيتي. عشان كده دايما تلاقي معظم الممثلين او الفنانين اللي بيخشوا عندنا، او حتى الناس البسيطه اللي بتيجي هنا، او كل الانسجام يعني لكل الناس، مش للبسيط او مش لطبقه معينه، مش طبقه معينه، لكل الطبقات. عشان كده هو اكله خفيفه. لو انت حد لاعب كوره مثلا وجيت بعد خلاص لعب كوره، ممكن تيجي بعد التمرين بتاعك او بعد الساعتين اللي هتاجرهم انت وزمايلك تاكلوا حاجه بسيطه، او بتروح الجيم او بتلعب اي رياضه. اكله بسيطه جدا ما فيهاش مشاكل ليك او اي حاجه. اتكلمنا اكتر عن المشاهير اللي بيجوا للانسجام. والله احنا زبايننا ممكن الفنان احمد الشيبه، الفنان احمد شيبه الرياضي المعروف، رامي عبد الجليل، الفنان محمود عبد الرازق، الفنان ايتن عامر، الفنان محمد رجب، الناس القديمه معانا جدا من زمان. تمام. الفرع اتأسس 1965 او الانسجام عامة. بالظبط كده، ده فرع الجيزة. كان عربية بسيطة. عربية الأول بسيطة سنة 48، واتطور لمحل في حدود 1960. وبعد كده فتحنا فرع المساحة اللي هو سنة 1985، ومن بعديها فرع المريوطية اللي هو فتح من 2018، وبعد كده فرع العريش من 2020. تمام. الانسجام يعني خلال الفترة الجاية ايه اللي ممكن حاجات يضيفها مختلفة؟ والله احنا الفترة اللي جاية هنحاول نشوف بقى الجمهور هيطلب فروع فين. احنا مستعدين نعمل توسع لأعمالنا في أماكن جديدة عشان نلبي طلب الجمهور، ان هم بيسألونا دايما في فروع كل جاية فين، فروع كل جاية فين. انتوا بقى ترشحوا لنا فروعنا الجاية فين. تمام. هنتكلم اكتر مع يعني اللي شغالين بالداخل ونشوف. يعني كلمنا بقى مكرونة الانسجام ايه اللي بيميزها؟ مكرونه الانسجام اللي بيميزها اللي هو اي حد ممكن يجي يقول لي مثلا انا عايز اعرف سر الصلصه، ممكن يعني اقول له مثلا بتتعمل ازاي. اللي هو مثلا يعني ممكن ما يعرفش يعمل نفس الطعم في البيت. يعني الناس بتيجي مخصوص علشان الصلصه. اهم حاجه الصلصه.
اما اللحوم طبعا بتتعمل على الجريل وليها التتبيله بتاعتها وكده، انما السر كله اصلا في الصلصه. اي زبون ممكن يجي مثلا يسالني سر الصلصه بتبقى تقيله. الصلصه لازم تبقى تقيله وغامقه، هي صلصتنا كده. وبتدي طعم مختلف اكيد للطبق. طبعا، انت ممكن تاكل المكرونه ساده تعمل معاك طعم، مش شرط اللحوم والكلام ده، بس الصلصه اهم حاجه. ممكن تجهز لنا كده طبق يعني نشوف برضو، نعرض للناس تميز. عايزينك بقى بالراحه واحده واحده على الصلصه. يعني زي ما حضراتكم شايفين طبق مكرونه بانسجام. هرجع يعني للدكتور علاء. انتوا طبعا خلال شهر رمضان هتبقوا شغالين ولا؟ لا، احنا غالبا في رمضان بنبقى قافلين الفتره الاولانيه من رمضان زي معظم محلات المكرونه او الكشري، ولكن بنبدا تاني نفتح فرع زي العريش من نص رمضان، فرع زي الجيزه يفتح اخر رمضان. معظم الفروع بتكون شغاله على يوم 25 رمضان بس. تمام. الحاجات او المكرونه اللي انتوا بتجيبوها ما بتجيبوش يعني اي حاجه، بتبقى دايما خالص. حاجه بتراعوا فيها جوده المنتج. بالظبط، احنا بنجيب من مصنع كبير موجود معروف في السوق، ليه حوالي اكتر من 5-6 فروع بيشتغل مكرونه معبأه وعاديه، واحنا بنتعامل مع مصنع دايركت، فبنجيب الحاجه من عند مكان موثوق فيه. اسعاركم بتكون في متناول جميل. يعني طبق ممكن تاكله لو انت بتشتغل حاجه بسيطه، او انت معاك تاكل اكل خفيف في اي وقت في اليوم، فطار غدا عشاء خفيف لاي حد واي سنه. يمكن كل الناس اللي في الجيزه مفيش حد ما يعرفش الانسجام، او المعظم بيبقى عارف. ده بفضل ربنا ان ده تاريخ طويل جدا جدا، ناس كتير اشتغلت عليه والحمد لله يعني نجاح كويس قوي. وده يبين قد ايه المنتج المصري او الايادي المصريه قادره انها تعمل يعني شغل مميز. الحمد لله.